كوبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الرحمن، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم بغيت نشارك معكم تجربتي الشخصية منين قطعت نهائيا من مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عامين، وشنو تغير في حياتي ماديا ونفسيا، وكيفاش رجعت السيطرة على وقتي وراسي. وفي الأخير غادي نعطيكم 5 نصائح عملية لأي واحد باغي يبدا يقلل او يحبس السوشيال ميديا. ولكن انت اول مره كتشوفني ما تنساش ابوني ولايك الفيديو باش يوصلك كل جديد ديالي. علاش خديت هذا القرار؟ بكل صراحه في واحد المرحله كنت كنبدا نهاري، وسط نهاري، في الاخر ديال نهاري كنهز التليفون، ديما كنبقى نضيع ساعات طويله في النهار غير كنقلب وكنقارن راسي بالناس وكنشوف شكون سافر، شكون شرا، شكون وصل، وانا باقي بلا هدف واضح لحياتي. بديت كنحس براسي مضغوط، ماشي مرتاح، والتركيز ما كاينش، والعلاقات ديالي بارده. الخدمه وقرايتي كنديرهم بكل كسل، وحياتي كلها كتحوم وسط شاشه صغيره، وكل مره كنهز التليفون باش نتصفح بلا اراده ديالي، يعني ما كنحسش براسي. امتى هزيت التليفون وهنا قللت صافي غادي نحبس كلشي. في الاول قررت باش نمسح تطبيقات من الهاتف ونخليهم مفتوحين غير في البيسي ديالي. لقيت راسي كنهز البيسي اكثر من الهاتف ديالي، وهنا قررت باش نمسح الحسابات ديالي نهائيا. في الايام الاولى حسيت بفراغ كبير، بحال الا شي حاجه ناقصاني. كل دقيقه كيجيني نرجع نفتح فيسبوك، انستغرام والى اخره. قررت نكمل التحدي. بعد 3 ايام وليت كنعس مزيان، بعد اسبوع بديت كنحس براسي كنرتاح وكندير حاجات كنت ناسيها، قرايه، رياضه، وقت مع العائله، تامل الى اخره. المهم كنت كندير داكشي اللي ما عمرني كنت كندير. عامين من بعد شنو تبدل؟ رجعت للهدوء الداخلي، وليت كنتحكم في وقتي. ركزت على اهدافي الشخصيه، كنعيش اللحظه لنفسي ماشي للسوشيال ميديا. وليت متفاجئ هو انني ما خسر حتى شي حاجه، بالعكس ربحت راحه البال، انتاجيه، وحريه فكريه. دابا غادي ندوزو النصائح لاي واحد باغي يبدا. ما تبداش بصعوبه، غير جرب اسبوع تحدى فيها راسك. 7 ايام بلا فيسبوك، بلا انستغرام، بلا تيك توك، حاجه زوينه. ولكن شنو هي النتيجه؟ غادي تشوفها بنفسك. امزح التطبيقات ماشي حسابات، خليهم موجودين ولكن بلا اشعارات وبلا اغراءات. ما تخلي حتى شي حاجه تخليك تفكر فيهم. عوض وقت الفراغ، عوض وقت الفراغ بحاجات مفيده، رياضه، باغ تعلم شي مهاره، قراءه، الكتابه، او غير جلسه مع راسك صمت. كتب تغييرات كل نهار، كتب واش كتحس بالراحه، بفراغ، بتركيز. التقييم كيعاون. ارجع السيطره ديالك، ما تخليش الادمان يسوق بك. السوشيال ميديا اداه ماشي حياه، كنت اللي كتحكم فيهم، ماشي الخوارزميات هي اللي كتحكم فيك ولا هي اللي كتبرمجك. وفي الاخير بغيت نقول لكم بان الامر ماشي سهل ولكن ممكن. انا ما كرهتش السوشيال ميديا، بالعكس، ولكن قررت نستعملها بعقلي ماشي بقلبي. جربوا هذه الخطوات وإلا قدرتي تعيش بلا بهم احسن حل والافضل لحياتك. غتربح بزاف ديال الحوايج، ثق بيا. وشاركوني في التعليق، وخليكم ديما اقوياء على الادمان، واللي ماشي اللي ما كيبانش ولكن كيدمر ببطء. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك، حيت الجاي ان شاء الله غيكون احسن. السلام عليكم.